السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله باذن الله. تكونوا بصحه جيده ومرحبا بكم في قناه مطبخ ام ايناس مع فيديو جديد. غبرت والحمد لله انا رجعت، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم الفيديو ديال اليوم هو الملوي، بغيت نحضر الملوي وقلت ضروري نشاركه مع المشاهدين ديالي، نتمنى يعجبكم. كيف ما كتشاهدوا في الفيديو غادي تشاهدوا في الفيديو كيجي مورق وزوين وما كيجيش فيه الزيت او الزبده نهائيا، كيجي ناشف. نتمنى الوصفه اليوم تعجبكم وتجربوها. ما تنسونيش من اللايك والبارطاج وما تنسونيش من تعليقاتكم الجميله. ونبداو على بركه الله نشوفوا المكونات. والمكونات هي هذه كيف كتشاهدوا اللي كيعرفها كل شيء. عندي كيلو ديال الفورس من النوع الممتاز اللي يكون مغربل، وعندي كذلك نص كيلو ديال الفينو اللي غادي نضيف عليهم شويه ديال الملح، وغادي نخلط هذا الدقيق مع الفينو مع الملح بالاصابع ديال اليد ديالي حتى ينسجموا لينا مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نبقى نضيف عليهم الماء اللي خاصو يكون دافي، نبقى نضيفه بالتدريج حتى نجمع العجين. وهذا العجين ضروري خاصنا ندلكوها مزيان، ماشي غير نجمعوها بالماء صافي ونخليوها، ضروري حتى نحسوا بالعجين بدا تيطرطق لينا في اليد ديالنا. صافي كنعرفوا بان العجين ديال الملوي راه مزيان. في بضاد وليد وهي يسمون النار غدو ذنوب ليلي وليلي منو ثلاثة سنو مسيدي وحاول أغلبي بضاد وليد ويسمون النار غدو ذنوب ليلي وليلي صافي هنا من بعد ما جمعت العجين ديالي هانتوما كيف ما كتشاهدوا راه كيجي رطب وكتحسي به بحال اللي مرخي باليد ديالك، كيدل بانه راه مدلوك. صافي غادي نوضعوه هنا في هذا البلاستيك الغذائي ونخليه حتى يرتاح لينا. كل ما ارتاح لينا العجين ديال الملوي الا وكيجي مزيان وكيطلع لنا الملوي غزال. صافي غادي نديرو في هذا البلاستيك الغذائي ونخليه شحال ما بغيتو، حتى شحال من ساعه يا ساعتين يا ثلاثه، راه ما تخافوش لانه ما فيه لا خميره لا حتى شي حاجه. صافي هنا انا من بعد ما خليته ارتاح ليا واحد الساعتين غادي نحيدو من هذا البلاستيك الغذائي كيف ما كتشاهدوا. وهنا في هذه المرحله هذه عندي في هذه السلافه هذه الزبده اللي ذوبتها مع الزيت العاديه، يعني الزيت الروميه حصلت عليها هكايا. وفي الزلافه الثانيه هنا عندي الفينو اللي غادي نبقى نورق به كيف ما غادي يشرح لكم الفيديو غادي تشاهدوا. صافي هنا غادي نبقى ناخذ القليل من الزيت اللي مخلطه بالزبده، غادي نبقى ندهن به الكف ديالي. غادي نقسم هذا العجين الكرات اللي يكونوا كبارين ماشي صغارين، المهم على حسب كل وحده كي كتبغي الملوي يكون عندها. انا كيعجبني يكون الملوي كبير. صافي هنا من بعد ما كملت العجين من الكرات غادي نرجع ناخذ الكره الاولى وغادي نطلقها بالزيت والزبده مزيان. هانتوما كيف ما كتشاهدوا راه كاع ما كتقطع لينا العجينه نهائيا، والسر هو في هذاك الدلك اللي دلكنا العجين ومن بعد خليناه يرتاح. يعني كل ما خليتي العجين يرتاح لك في البلاستيك الغذائي راه ما غاديش يتقطع لك العجين ملي تجي تبقاي تسرحيه باش تشكليه على شكل ملوي. صافي غادي نبقى ندهن بالوجه ديال العجين من بعد ما سرحته فوق سطح العمل بالزبده والزيت، وغادي نبقى نرش بشويه ديال الفينو على الوجه.
وغادي ناخذ واحد الجهه ونطويها، وغادي ندهنها كذلك بالزبده والزيت، ونرش الوجه بالفينو، وغادي نمشي عاود ناخذ الجهه الثانيه ونوضعها فوق الجهه الاولى اللي درت، وندهنها كذلك بالزبده والزيت والفينو، وغادي نشكلها من بعد على شكل كره، يعني غنبقى نديرها على شكل حربل كيف ما غادي يشرح لكم الفيديو. بعد ما ساليت هاد العجين هادي صافي، انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل جميع الكور اللي عندي ديال العجين. حاولت في بضاد وليد وهي يسمون النار غدو ذنوب ليدي وليدي منو سالت كسنو مسيدي وحاولت غريبي بضاد وليد ويسمون النار صافي كيف ما كتشوفوا انا راه بديت كنخبز في الملوي، يعني هنايا كيف ما غادي تشوفوا غادي ناخذ واحد الملويه قبل ما غادي نطيبها، غادي نطلقها فوق سطح العمل وما غاديش نرققها، يعني تكون متوسطه. والمقله فين غادي نجيو نخبزوا المقله اللي خاصو يكون سخون، وفين غادي نمشيو نخبزوا هاد الملويه هذه ضروري نكونوا راشين المقله بشويه ديال الزيت، ونحطوا الملويه ديالنا طيب، وملي نجيو نقلبوها كذلك عاوتاني ندهنوا الوجه ديالتها من الفوق وعاد نقلبوها. صافي وبقاو معايا تشاهدوا الفيديو حتى الاخير فضلا وليس امرا. وحاولت تغفي بضادري لدواء وهذا الشكل النهائي يا البنات نتاع الملوي، هانتوما كيف كتشوفوا كي كيجي مورق وباين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ديال الملوي ينال اعجابكم وتجربوه بهذه الطريقه هذه، راه ما غاديش يحشمكم قدام الناس قدام ضيوفكم، راه كيجي زوين بزاف، يعني بحال اللي راكم شاريينه من برا وهو راكم مصاغبينه في الدار. كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه هذه، ما تنساونيش من اللايك ومن الاشتراك والبارطاج وكذلك من تعليقاتكم الجميله، وخليتكم في امان الله وحفظه. مع السلامه.